رسام رائع، لكن هو يعني من الفنانين اللي بيقدم رسم وفكره، ودول ما هماش كتير قوي. في الحمد لله من شباب الفنانين معانا بعض منهم بقت عنده الموهبه دي، بقيت اشوفها واقول انه ده هيطلع في ستايل طريقه استاذ معلوف، اللي هو بيقدم رسمه هي فكره وتدي موضوع. طبعا ده من الفنانين اللي مش الشباب، الجيل الوسط. خالد عبد العزيز من المتميزين جدا في الموضوع ده، وقدم معانا في مجنون سلسله بتثير الجدل، ساعات بنتشكر عليها وساعات بنتشتم عليها، اللي هي سيلفي، عامل لنا قلق يعني بيها صراحه. بعد كده هتكلم عن الفنانين اللي قلت ايه، المجانين الاوائل. دول المجموعه الاولانيه، كنا مجموعه كده ملمومين حوالين فين عمرو الطاروسي، تورتايه وحاجات وشويه جاتوهات وساليزون، وقاعدين يضحكوا ويهربوا. وكان في تفاعل بينهم وبين اعتقد كان اول مره يمكن تقابلوا استاذ فواز والفنان المصري واستاذ معلوف، كان يوم في منتهى الروعه. ان انا كنت سعيده ان انا بشوف الجيلين دول يعني بيتفاعلوا مع بعض وبيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض. لان هي في حاجه كده حصلت بعد الثوره انا لاحظتها، ان في شباب نكرنا، يعني رافضين الجيل الكبير، وفي جيل كبير رافض الشباب. وهو ده يعني قمه الخطا متهيألي، والحاجه اللي مش ممكن تخدم مصر في حاجه. يعني اللي هيخدم مصر ولا يخدم اي عمل بنقدمه انه يبقى الجيلين في بينهم تصالح، ويبقى في بينهم تواصل وبيسلموا لبعض. وبعدين الجميل اللي في الفريق بتاعنا الحمد لله ان انا لقيت ان حتى الاساتذه ممكن يسمعوا للصغيرين. يعني انه لو وكلنا بنسمع، لان احنا بنقدم عمل للشباب على فكره. فاحنا بنحاول ككبار نتقمص شخصيات الشباب ونسمع لهم وناخد رايهم حتى في الكتابات. حتى لو احيانا كان ممكن نلاقي بعض الالفاظ معظم الكتاب من الشباب، الا طبعا الاستاذ عبد المنعم حسين اللي هو كان كانه استاذ ليهم وحن عليهم كده وخدهم ما بين تحت باطه، وازاي في بينهم تكاتف. هو بيقول عليهم دلوقتي اساتذه. ولحقوا بعدين على طول من المجانين اللي بعد كده، انا اسفه يعني استاذ عبد الرحمن بكر. فاعتقد هم دول المجموعه اللي من الجيل الكبار. واستاذ عبد الرحمن بكر برضو لما طلعنا اول مجنون، كان في كلمه نازله في اول قصه عملت لنا مشكله كبيره جدا بيني انا واستاذ فواز. بالنسبه لنا الكلمه دي ما نعرفش نقولها، يعني نسمعها ونرفضها في الشباب. فانا بقيت ايه، يعني قررت ان انا لا، مش هعمل كده، يعني مش هيبقى في ديكتاتوريه. لا، اللي قدام مش عارفه احمد علي جه ولا لا، اذا كان الكاتب شاب وكتب حاجه خلينا نديله الفرصه كامله ويقول الالفاظ اللي عايز يقولها. ففي لفظ احنا بالنسبه لنا بيجيلنا هو ما اعرفش يعني لا بنقوله ولا بتاع، بنعتبره حاجه ما يصحش تتقال. سكته. واستاذ فواز بقى مسك احمد علي قال له يعني انت متاكد ان الكلمه دي ما فيهاش حاجه؟ تاني طبعا مجرم يعني لا لا يا استاذ فواز دي عادي خالص، يعني هي كلمه فيه شين خ، ده عادي خالص يا استاذ فواز، ده عادي، ده كلام كل الشباب بتقول كده، ده مش عيب ولا حاجه. متاكد يعني ان هي القصه كانت اللي بيكتبها احمد علي شاب من الكتاب، واستاذ فواز اللي هو رائد الكوميكس. يعني اعتقد ان هو ليه حس كوميدي عالي استاذ فواز، وبيكتب حاجات رسم حاجات كوميديه كتير، وساعات بيكتب سيناريوهات وحاجات كوميديه، بس يعني ما وصلناش لدرجه الكلمه دي. فقعد ياكد لنا انها ما فيهاش اي حاجه، لغايه لما انا بقى نزلت المجله والعدد، وبعدين انا واولادي شباب برضه بيقولوا ايه يا ماما البهدله اللي انتوا فيها دي؟ يعني انتوا يعني هيتقال، انا امي هيتقال عليها كاتبه دي مجله هي مش عارفه ايه مشاركه فيها، وقاعدين تقولوا الكلام ده. تقول لي هم بيقولوا ما فيهاش حاجه. يعني انا بهبل كده، لا يعني انا بيضحكوا عليكي، ايه اللي ما فيهاش حاجه يعني؟ لا طبعا. وبعديها برضه استاذ عبد الرحمن بكر قال لي لا انا زعلت قوي من الكلمه دي. قلت لا بس خلاص بقى الموضوع لازم يبقى في وقفه، يعني دي خلاص ما فيش ديكتاتوريه وكل الكلام الجميل ده. بس يعني مش هنسيبهم بقى، مش عشان الشباب هيضحكوا شايفيننا بقى يعني كبار مش فاهمين فهيضحكوا علينا. فالحمد لله ان انا يعني عندي كنترول كده، مجموعه نقول عليها مجموعه الكنترول اللي هي ولادي 3 شباب.
فبقيت اجرب فيهم وفي القرايب وفي البتاع عشان افهم ايه اللي صح وايه اللي غلط وايه اللي ينفع وايه اللي مقبول. لان احنا وصلنا بقى لتوليفه كده مع بعض ان ازاي نرتقي شويه. يعني احنا عايزين ندي روح الشباب ونكتب كتابات الشباب وندمج ما بين كتابات الكبار وكتابات الشباب، ولكن بطريقه فيها نوع من الرقي عشان نرتقي شويه بالجو اللي احنا فيه وبالمجتمع اللي احنا فيه. يعني مش لازم احنا ننزل، طب ناخدهم معانا لفوق شويه. وفعلا الحمد لله يعني وصلنا لحل وسط وتوافقنا في النقطه دي يعني مع بعض. معنا احمد علي بتاع الكلمه اللي قلنا عليها، وهنا اللي ماسكوا دي كلها تصورات حنان الكرجي وعمرو الطاروطي. كانوا بنقعد نفكر الشخصيات تترسم ازاي. فكان بيقولوا لاحمد طلع له كده معلومه ان هو الحشيش بيخلي الواحد يعمل دماغ يعرف يكتب كويس. فاللي حصل ان هو اترسمت وحنان بقى وماسك حاجه خضراء. ومن ضمن الحاجات اللي احنا كتبناها بعد كده كنكته ان طلعت ان دي مش حشيش ولا حاجه، ده طلعت شويه ملوخيه يعني. وطبعا الاستاذ عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي من كتاب المجله الرائعين اللي قدموا سلسله في المجله من احسن السلاسل اللي هي كانت ناجحه جدا وعلقت مع الناس، اللي هي فكره نادي الراحلين العظماء. يعني اللي قرا قبل كده ولا اللي قرا العدد ده هيكون احنا جبنا ملخص فيه وباذن الله بنكمل فيها في الاعداد المطبوعه اللي جايه. وانا مبسوطه ان النهارده قعدت جنب شابه برضه في سن صغير وما كانتش مهتمه ابدا انها تشوف مجله من النوع ده يعني اول مره تشوفها. فلما مجرد قالت طب فيها ايه، فبقيت احكي لها قصه اول حاجه جت على بالي راحلين العظماء. لقيتها انبهرت، قالت لي لا دي رائعه وجميله وانا احب اشوف حكايات زي كده تانيه يعني. فدي حاجه مبشره. يعني الواحد بيحاول ان هو يعرف كل الاعمار ممكن تحب ايه وايه اللي ممكن يوصل لها. بعد دول كانوا الكتاب من الرسامين المجانين الاوائل: ادهم فواز، ايمن القاضي، الرسامين. يلا معتز، هنمشي بسرعه بقى عشان اتكلمنا كتير. فنانه جميله ورائعه وليها اعمال معانا غير عاديه، الفنانه امال سمير. هي مشهور عنها ان هي بترسم وبتطبخ، عشان كده طلعت معاها الحاجتين يعني. ولو تطبخ حاجه بتصورها وتحطها على الفيسبوك دايما بتخلي الناس كلها